انا حضرت في اكثر من زياره للمستشفى، حضرت في مكتبه اجتماعات وكانت بخصوص الاحصاءات، وانا كانت معاناتي معاك طول الفتره اللي فاتت، احنا من سنه بنحضر للحلقه. هو الاحصاءات مش لاقيين احصاءات، مفيش احصاءات علميه دقيقه بتتكلم عن السرطان في مصر والعالم العربي، ولا عن الحالات ولا عن هذه الامور. ايه المشكله هذه؟ هي مشكلة التفاعل جوه المجتمع العربي لعناصر مختلفة. هي أهمية العلم وأهمية البحث ايه العلمي. اهميه الاحصاءات في العمل؟ عايز أقول لحضرتك في مبدأ في الإدارة برضك قاله بيتر دراكر، قال لك لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع حساب. وحضرتك تقدر تعمل قناة الجزيرة من غير ما يكون عندك مراقب حسابات وعندك دراسة حسابات، أنت صرفت قد إيه واديت مرتبات قد إيه وخرجت قد إيه. مش ممكن واحد يبقى ماشي وهو مش شايف قدامه. مش ممكن واحد تاجر او واحد عنده مصنع ما يعرفش هو صرف قد ايه وبيطلع قد ايه وبيبيع بقد ايه. هو ده القصه في الموضوع. انت عندك كم عيان دخلوا وكم عيان خدوا العلاج، كم عيان لا قدر الله ماتوا. طب اللي مات ده مات فين؟ هو ايه البحث العلمي؟ حضرتك عارف البحث العلمي كلمتين: داتا مانجمنت او تداول المعلومات، ان انت يبقى عندك معلومات وتقدر تدور هذه المعلومات عشان تطلع منها بنتائج. وسيمبلي بمنتهى البساطه ان انت تسال نفسك سؤال. هتسال نفسك سؤال ازاي وانت ما عندكش ماده او حاجه ماسكها في ايديك تسال بيها؟ فاحنا يعني عمليه الكمبيوتر بالنسبه لنا بنقول عليه كمبيوتر. احنا لسه متخيلين ان الكمبيوتر لسه النهارده يا دوبك هو ايميلات ولا جيمز الاولاد بتلعبها ولا شويه حسابات على الكمبيوتر. او لو حضرتك جيت قلت النهارده انا كان عندي حاجه جميله قوي النهارده، عندنا واحد من قطر عندكم النهارده انا محتاج كمبيوتر في المستشفى. واحد بيكلمني من قطر عندكم ومدير الاعمال مصري، فبقول له بيقول لي انتوا عايزين ايه؟ قلت له انا عايز كمبيوتر. قال لي كمبيوتر يا شيخ؟ هو السنه اللي فاتت اتبرع لنا. قلت له ايوه كمبيوتر. فدخل الراجل رئيس مجلس الاداره بتاعه قال له قول له انا هدفع فلوس الزكاه بتاعتي في الكمبيوتر. لان انا من خلال الكمبيوتر دي انا بتكلم مع الدكاتره في المستشفى. بتتكلم على نوعيه معينه من الكمبيوتر. انا هو كمبيوتر على الشبكه بتاعتنا اللي احنا هنعمل عليها الشبكه القوميه للمعلومات بالتنسيق مع وزاره الصحه. هنوصل مع 15 مركز لعلاج السرطان بتوع الاطفال، عندنا داتا سنتر كبير قوي هنفتحه ان شاء الله في خلال شهرين. مركز معلومات هي بيتناول جميع، هنحاول نوصل المركز ده بجميع مراكز السرطان في المستشفيات الثانيه ال 15 على مدار مصر، واي مركز في الدول العربيه عايز يخش معانا. انا لاحظت حاجه في اخر الزياره انك او انكم عاملين وقف للبحث العلمي. يعني البحث العلمي الان له حساب خاص وله تبرع خاص وله وقف انتم عاملينه حتى تصلوا. ما فائده البحث العلمي في مجال السرطان وافاده الناس وافاده الاطباء؟ اسمح لي اسمع الاجابه بعد فاصل قصير. ممكن. نعود اليكم بعد فاصل قصير لمتابعه هذا الحوار مع الدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الاطفال في مصر للبحث العلمي والعلاقات الخارجيه. فابقوا اهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهره مع الدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الاطفال للبحوث والتدريب والعلاقات الخارجيه. كان سؤالي لك قبل الفاصل حول وقفيه البحث العلمي التي اخر ما اسس عندكم في المستشفى. كويس ان انت قلت ان هو اخر ما اسس، ان احنا مهتمين قوي احنا بحاجه مهمه قوي، ان فلوس المتبرعين نبقى محترمين واحنا بنتعامل معاه. بمعنى مهما كان احنا عندنا فكر ورؤيه، احنا بنحاول ان احنا نوجه فلوس المتبرع للمكان اللي هو عايز يوديها. في ناس عايزه تودي في دواء فبنوديها في دواء، في ناس بتوديها في اجهزه وصدقه جاريه فبنوديها في صدقه جاريه، في ناس لسه مش مقتنعه بماهيه البحث العلمي. طبعا المستشفى كلها قائمه على التبرع. كلها احنا ما عندناش، احنا المرتبات بتاعت الموظفين بتطلع من التبرعات. حضرتك الناس احنا عندنا 1450 واحد بيشتغل في المستشفى. او خليني اقولها بطريقه ثانيه، 1450 بيت اتفتح، 1450 واحد بيتدربوا. ما شاء الله احنا عندنا خدنا معونه كبيره من صندوق الاجتماعي للتنميه عشان التدريب. احنا ما فيش واحد في المستشفى يا احمد ما بيتدربش. الناس اللي بتاخد الMBA، الناس اللي بتاخد كورسات في اداره الرعايه الصحيه من الجامعه الامريكيه، في ناس بتاخد حاجات بتسافر بره على حساب عشان تتدرب، بنجيب اساتذه من بره تيجي تدربنا، كل ده على حساب صندوق تدريب عامله الصندوق الاجتماعي للتنميه. حتى بيبقى فيه حوار بيننا، طب ندرب كل الناس، طب افرض الناس دول اتدربوا بقوا كويسين وسابونا ومشوا. عارف الرفض ايه يا احمد؟ الرفض ان هم هيروحوا يفيدوا البلد في حته ثانيه او هيطلعوا بره مصر هيجيبوا دخل لمصر. فهو ده دور المجتمع المدني ودور من ادواره. خليني ارجع اقول لك تاني على البحث العلمي، احنا بنوجه الفلوس بتاعت الناس في المكان اللي هي عايزه توجهه فيه عشان نحترم الزكوات والصدقات والعشور بتاعت الناس. بتعتبر ايه اهميه البحث العلمي في نطاق عملك؟ اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه في المستشفى، لان الحاجه اللي ما بتزيدش بتنقص. وعمرنا ما هنفضل يا احمد مستنيين
الاجانب واوروبا وامريكا عشان تدينا البحث العلمي. انا اول مره زرتك كنت لسه بتاسس وحده البحث العلمي، واخر مره زرتك كنت برضو عامل اجتماع للبحث العلمي. حضرتك شفت في كام واحد بقى عندنا 16 واحد، كان عندنا مؤتمر ما شاء الله عليهم. والله يا احمد العقليه المصريه عقليه يجب احترامها وتقديرها فوق مستوى الخيال. الناس في هذه الفتره لا تتخيل اتعينوا في 1/11، لا تتخيل كم الانجاز اللي عملوه في هذه الفتره، والمساعده والجميل ان المستشفى خلقت تيم عمل متكامل، الناس قاعده فاضيه للعلم وكلهم بيساعدوا بعضيهم. الجو النفسي عندك متغير تماما عن اي مكان تاني في مصر. هو مش اي مكان تاني في مصر، اي مكان عايز ينجح في العالم. ما هو عايز اقول لحضرتك حاجه، انا سافرت مستشفيات كتيره في اوروبا وامريكا، الصراعات هي الصراعات في كل حته. هي بتعتمد على الناس والقياده عايزه ايه؟ يعني الناس اللي موجوده عندهم هدف ورؤيه واضحه وحاطين لها اليات عشان يتحركوا بيها، ولا هم بيعملوا ايه؟ الناس ممكن تضيع في النص، ممكن تكون الناس عندها احلام حلوه وجميله بس الاليات بتاعتها ما تنفعش انها تتحقق. التجربه هذه هل هناك مجال لتكرارها في دول عربيه اخرى، لا سيما الدول التي تعاني من ارتفاع نسبه عاليه للسرطان مثل الكويت والعراق والسودان، وانا في اليمن ايضا اخبروني ان نسبه السرطان عاليه بين الاطفال، وربما يعني اتصلت فيك لترتيب زياره للمستشفى هناك ايضا. بالمناسبه خليني ارجع لكذا موضوع بالنسبه لاسباب السرطان. جزء من اسباب السرطان هو التعرض للاشعاعات النوويه. وبعدين الاشعاعات النوويه دي قصه في جميع انحاء العالم. يعني تشيرنوبل لما حصل التسرب منه اشعاعي، الدايره بتاعته حصل فيها نوع من انواع سرطانات الدم، اكيد مرض لوكيميا. نعم. والدايره كل ما كانت بتبعد عنها كل نسبه الاصابه بتقل. اي تسرب اشعاعي او اي نفايات نوويه ممكن بتترمي، ممكن بتكون سبب. كان ضيفي قبل عدة أسابيع آخر حلقة قبل إجازتي كان بروفيسور بريطاني هو من أكبر خبراء الإشعاع في العالم، وتحدث عن أثر إشعاعات حرب غزة حتى على مصر والمصريين وعلى إسرائيل نفسها. وعلى إسرائيل يعني وعلى نفسها جنت براقش يعني. بس جنت على الفلسطينيين والمصريين أولا. ما هو عشان هم كريمنالز بس وهو هنضطر نتضرر بيهم يعني. ومش بس كده، هم هيتضروا أكتر مننا يعني. يوم ما يحصل تصرف في أي حاجة عندهم هيتضروا هم.